السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى معانا كده السمك الجميل اللي احنا كنا جايبينه يوم الخميس، هنعمله بقى النهاردة كده، وجنبه شوية رز وجنبه شوية سلطة. غدانا كده النهاردة هيكون سهل وبسيط. معايا بقى كيلو وربع من السمك كده، حجمه اللي هو كبير قوي ولا هو صغير قوي، يعني السمكة اللي هي المتوسطة. هنا بقى كنت بغسله كده زي ما انتم شايفين، انا بعمل كل حاجة بايدي. يعني في ناس بتستعمل كده فرشة عشان تغسله كويس قوي من جوه، بس انا والله بغسله برضو زي الفل. يعني بغسله حلو قوي. هنا بقى معايا التتبيله بتاعته، معايا توم وبصل وكزبره، ومعايا كمان معلقه شطه، ومعايا طماطميه مبشوره، ومعايا جزرايه كمان ايه مبشوره. هضرب الكلام ده كله كده مع بعضه، هدقه في بتاعه التوم دي، واحط الملح واحط الكمون واحط بهارات السمك واحط شويه كركم كمان. كل الحاجات دي بتخليها طعمها طعم الدقه ديت بتبقى بسم الله ما شاء الله حاجه كده حلوه، وبتدي للسمك طعم جميل. جربوها بس الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبكم، وهتقولوا لي برضو ان الطريقه بتاعت تحبيش الدقه ديت حلوه قوي. معايا كمان معلقه خل كبيره، ومعايا كمان ليمونه كبيره زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا اعصرها بس لما اخلص يعني لما ادق كل الكلام ده مع بعض. هبتدي بقى ان انا اعصر الليمونه الكبيره دي. هنا بقى خلاص كنت حطيت الملح وحطيت البهارات كلها. ابتديت بقى ان انا ادق كده واحده ورا واحده كده زي ما انتم شايفين. وهنا بقى كان الشكل النهائي يا حبايبي بتاع الدقه الجميله بتاعتنا. كانت بسم الله ما شاء الله، كانت طعمها حلو قوي وكانت مظبوطه وكل حاجه فيها كانت مظبوطه. هنا بقى هبتدي ان انا اتبل معايا السمك كده واحده ورا واحده زي ما انتم شايفين كده. خلاص كنت تبلته بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. بعد ما غسلته طبعا نقعته في شويه ميه بملح وخل، وبعد كده غسلته تاني، وبعد كده تبلته بالتتبيله الحلوه كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هنعمل كمان بقى جنب السمك طبعا رز صياديه، اللي هو الرز لحم. معايا معلقه سمنه كبيره كده، وشويه زيت صغيرين، زيت زيتون، ومعايا بصلايه متقطعه مكعبات حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا اشوح كل الكلام ده مع بعضه، وبعد كده هضيف عليه برضو طماطميه مبشوره وجزرايه مبشوره. يعني انا بحب احط الطماطم المبشوره ديت والجزر، بيدي طعم حلو قوي كده وبيديه يعني شكل برضو حلو. طبعا البصله بتاعت السمك بتبقى غامقه حبتين عن اللون الطبيعي، يعني بتبقى غامقه شويه. ضفت انا بقى الجزره المبشوره، وضفت كمان عليها الطماطميه. هبتدي بقى معايا ميه سخنه زي ما انتم شايفين كده على الطماطم والجزر والبصله، ومعايا معلقه شويه ملح صغيرين، يعني قيمه نص معلقه او معلقه الا كده يعني. ماشي. وديت شويه كركم وشويه كمون. هنا بقى كان الشكل النهائي بتاع السمك. ابتديت خلاص ان انا احمره كده، كان بسم الله ما شاء الله كان حلو قوي وكان طعمه لذيذ. وخلاص بقى خلصت كمان الرز، بس انا حبيت يعني ان انا اوريكم الشكل النهائي بتاع السمك. الرز كان جميل معايا بسم الله ما شاء الله، وكان مفلفل وكان حلو قوي. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله يا رب هتعجبكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش المتابعه، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش الصلاه على النبي في الكومنتات. هنا طبعا انا كنت عامله طبق السلطه الجميل ده زي ما انتم شايفين كده، حاجه تفتح النفس خالص بسم الله ما شاء الله. اكلنا النهارده كان سهل وبسيط. يا رب دايما وجودي يبقى خفيف عليكم، ووجودي دايما يبقى مستفيد، يعني تستفيدوا يعني باي حاجه انا بعملها. ولو في اي اضافات عايزين تضيفوها لي، انا بقبل يعني اي حاجه. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.